إجازات البناء كلها فساد بفساد، 90% منها فساد، وتستخدم القوانين والضوابط والتعليمات لغرض الرشوة وابتزاز المواطنين. وهذه مؤشر حتى عندي في تقرير، أنا قاعد أحكي على التقرير الفني، بعدني ما جاي على تقرير مشاهدات المواطنين. مشاهدات المواطنين يقول إجازة البناء تمنح للمواطن اللي عنده دار 200 متر مو فما فوق. البيوت المنشطرة تعتبر تجاوز، خصوصا في مدينة الصدر وشرق القناة، هي توزعت 140 بسبب أزمة السكن. ظلت الناس مضطرة تسويها قطعتين وصارت 3. هنا هذا تجاوز، وهنا يبدي مجرد أنه يبدي المواطن فعلا هو تجاوز، يجي هنا تجي المساومة، يأتي بعض ضعاف النفوس من موظفي البلدية ومعروفة متفق عليها، كل المواطنين في أي منطقة روح اسوي لكم استبيان استطلاع في أي منطقة من هذه المناطق، إذا مو النسبة تطلع 99% كل إجازات البناء تؤخذ عليها رشوة أبد. هذه لازم نعالجها وما نظل نتفرج، وصارت عرف لأنه سكتنا عنها وماكو إجراءات رادعة فصار عرف. ويجوز هذا المرتشي حشاكم بعد صارت عنده في القضية شرعية استحقاق أنه يأخذه. هذا ايش قد تشتغل الأمانة وايش قد تتعب وأنتم تتعبون وتقدمون جهد، لكن هذا التصرف يسيء لكم ويسيء للدولة. هذا المواطن من يقعد يشوف رئيس الوزراء يحكي على مكافحة الفساد، وهو الصبح جاي موظف البلدية وماخذ منه رشوة على إجازة البناء، يضحك لو ما يضحك؟ يقول ايش يحكي رئيس وزراء يا مكافحة فساد؟ لو هذا المواطن اللي راجع دائرة بلدية وما تمشي معاملته إلا يخليه لفت ايش كم مرقة بالجرارة، يقتنع أو يثق رئيس وزراء يتحدث يقول أنا برنامجي مكافحة فساد؟ لا. ولا أمين بغداد يقدر يقول أنا دوائري والمدراء العامين والوكلاء يقولون دوائرنا ولله الحمد تقدم خدمة ولدينا إجراءات رادعة ضد الفاسدين. ما حد يصدق، لأن المواطن يوميا قاعد يتعرض لهذه الممارسة وماكو إجراء. فهذه جدا مهمة وواجب شرعي وأخلاقي ووطني لازم نوقفها، ولازم نحاسب هؤلاء اللي يسيئون للجميع.